السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير وبخير. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة، دائما في اطار ناكلو مزيان، ناكلو ماكله نقيه وصحيه. الوصفه ديالنا ديال اليوم غادي تكون الحوت مرافق بالبطاطا والخضر. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وتجربوها وتدعموني في لاشين وتابوناو وتلايكيو وتخليو لي اوسي تعاليق زوينه ومشجعه. الخضر غادي نسوطيوهم، غادي نفوروهم ونسوطيوهم، والبطاطا غادي نديروها في الاير فراير على بركه الله. جيبي سيداتي الخضر اللي عندك، قطعيهم على الشكل اللي بغيتي، مربعات صغيره ولا ديريهم بشكل طولي. انا هنا عندي البروكولي، اللوبيا شعره وخيزو الجزر. دونك البروكولي واللوبيا شعره كانوا عندي في الكونجيلاتور، ما كيصير لهم حتى شي حاجه. بالنسبه للحوت هنا استعملت الصول، داك اللي حجمه كبير، درت 3 الصولات وواحد دو ميرلون كانوا تما غادي يضيعوا، زدتهم حتى هما. دونك تغسلي الحوت ديالك مزيان بالطريقه اللي كترتاحي فيها وكتعجبك. انا كندير له غير الماء والملح وشويه د الخل. بالنسبه للعطريه درت الملح، شويه د الملح، الكمون، البزار، القزبور يابس، وخويط نتاع الليم. الا كان عندك الليم فخي من الاحسن، ما كانش ديري بحالي وسهلي الحياه وشري داك اللي كيكون ديجا معصر. غادي نشرملو الحوت ديالنا مزيان، وحتى الثومه بودغ غادي نزيدو الثومه بودغ. دونك قلنا الثومه بودغ، الملح، البزار، الكمون والليم والقزبور يابس. ندخلو الحوت ديالنا الفران. دابا غادي نديرو الفريت ولا هاد البطاطا، قطعناها مربعات، درت لها شويه تاع الملح، واحد الخويط نتاع زيت الزيتون، واحد العطريه مخلطه كانت عندي. والله ما عرفت ديك العطريه شكون عطاتهاني اختي، واش عطريه مكسيكيه ولا فنزويليه ولا مانيش عارفه. المهم غادي يكون فيها الكمون، البزار، الملح. ديروا العطريه اللي حبيتو. غادي نديرها في الاير فراير. من بعد ما درنا الفريت في الاير فراير والفران دخلنا له الحوت اللي شرملناه. الخضره ديالنا راه ديجا تفورات، دونك هنايا غادي نديوها نسوطيوها. بالنسبه للتفوار، الا بغيتي الخضره كتبغيها تجي كروكونط، ما توفي لهاش الطياب، سينو ديري لها على حساب لا كويسون اللي موالفاها في الكوزينه ديالك. دونك باش نسوطيوها غادي نحتاج واحد الخيط نتاع زيت الزيتون، وغادي نحتاج شويه د الملحه، شويه د الكمون، شويه ديال البزار، واكيد القزبور يابس، وما نساوش الثومه بودغ. هنا الحوت ديالنا وجد، خرجناه من الفران. وللامانه هذيك الاولى الفوق اللي راها على اليسار، هذيك دخلتها للاير فراير باش نتيستي الحوت في الاير فراير. نتيستي واش تدخل لي هاد الحوته زعما في الاير فراير. هذه الزوجه لا، ماشي في الفران، واللي حدا واللي غادي نهزها عاوتاني اخرى هي في الفران. كيجي طايب زوين، ما كياخذش الوقت كاع في لاكويسون نهائيا، وكتتهناي من القليان ومن الزيت، وكترافقيه باش ما بغيتي. انا اليوم اختاريت انني نرافقه بالخضر صوتي وبالبطاطا انا كنرافقه بداكشي اللي كيعجبو وليداتي، ومتاكده انهم غادي ياكلوه. كما كتشوفي هنايا كل واحد قال لي شنو بغى. بحال مثلا لو بوتي احمد بغى غير البطاطا وخيزو، وتاين بغى كلشي. هنا راني كنقي لهم حيتاش المغلون فيها الشوك، ولغيت لهم باش يذوقوا بالمصداقيه. غادي نشوف واش نقدر نخلي لكم في التالي الفيديو بالصوت، حيتاش فريمون فيه الموسيقى. نخلي لكم غير واحد لا بوتيت بارتي باش تسمعوا تيم شنو قال واحمد شنو قال. نتمنى انه لا فيديو تعجبكم والوصفه تعجبكم، وقولوا لي خليوا لي في التعاليق وقولوا لي شنو هما الوصفات اللي تبغوني نشاركهم معكم. راني تبارك الله عليا بزاف الحوايج تيستيتهم وكيصدقوا، فريمون كيصدقوا زوينين. والحاجه اللي كيبغيوها الصغار راه باينه كتجي بنينه، وداكشي اللي عودناهم عليه اكيد. كما قلت لكم داكشي اللي عودنا عليه وليداتنا هو اللي كياكلوه. هنايا تعاودات لا فيديو.
ماشي مشكل. في الإعادة إفادة. هنا راني كنحط الخضر كل واحد كما قلت لكم شنو بغى. وصدقيني اختي واخي، راهي الا بغيتو تاخذوا واحد النمط نتاع الحياه، مثلا اكل صحي، ولا مثلا تزول السكر ولا الملح، ولا عندك لا قدر الله شي واحد مريض في الدار، راه باش الام ما كتتعبش وداك الشخص ما كيتعبش، راه خص كاع صحاب الدار ياكلوا نفس الاكل. الحاجه اللي كنجمعوا عليها هي اللي كتكون فيها البركه، واللي كلاوها هو واحد ياكلوه 10. وان شاء الله نكونوا دائما مجموعين على الخير وعلى الإيمان، ونربي وليداتنا في طاعة الله. هما أعظم استثمار عندنا. ما كان لا هادي لا هادي، راه أعظم استثمار عندنا هو علاقة، هو التربية ديالنا اللي غادي نربيوها لوليداتنا. بما أننا اختارينا ندير وليدات، نربيوهم مزيان على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى علينا. والله يجعل وليداتي وليداتكم كاملين يكونوا ذرية صالحة مصلحة، والله يحشمنا معاهم، والله يجعلنا جميعا وإياهم من حفظة كتاب الله، وله لا يحرمنا من الجنة، وله لا يحرمنا من لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، والله يحرم علينا نار جهنم. وقولوا آمين. ورحنا في أيام مفترجة، ورحنا في أشهر حرم. الله يتقبل منا الدعوات، والله يتقبل منا الطاعات، ونشجعوا جميعا، وراها الحياة سهلة وتا حاجة ما صعيبة. نعيشوها في طاعة الله وفي رضا الله ورضا الوالدين. وما تنساوش مرة أخرى، دعموني، خليو تعاليق زوينة، قولوا لي شنو هما الوصفات اللي تبغوني نشارك معاكم، ولا فاش تبغوني نهضر ابار لو كونتوني ديال الطبخ، فاش تبغوني نهضر. تبارك الله انا موسوعة، والله يلاقينا في ساعة الخير الى فيديو اخر ان شاء الله. اجي احمد، اجي تاي حلفونك، اجي هنا حدايا. بسم الله. جاك زوين؟ طيب مزيان. انت شنو بغيت تايم هذا؟ كلش تاكل شنو ناكلو؟ يلا اعطي الراي ديالك مصداقيه. هكا احمد، دير بيدك علامه اوكي زعما بلي راه عجبك. راه تبان. يلا اجي دير بوز. الصحه والراحه. ديالي كل واحد يدي طبسه. هذا تعرف تحدير ولا نصورك؟ ولا ما بغيتوش؟ ما نبغيش. والصول تعرف تاكلو؟ لا